بقيمة أدريان دا سيلفا وألان ماركيز وبريرا، وهكذا قائمة وحداوية بالإضافة إلى جواو بيدرو الموجود على مقاعد البدلاء، لأن اليوم يبدأ طبعا بتيغالي على مستوى التشكيلة الأساسية. وهذا هو جوزيف جنادو اللاعب الإيفواري، نعم اللاعب اللي كان معانا في كرة القدم الإماراتية مع نادي الإمارات تحديدا، والآن موجود مع الجيش الملكي الزعيم كما يحلو لمحب كرة القدم المغربية. صافرة أرنو منذ أن تولى المهمة نتائج جيدة. هذه فرصة خطيرة، عدت مرت وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. كانت خطيرة، شوف الشامسي والتعليمات، لكن نتفاجأ بكرة حائط موجود من جانب الفريقين، لكن الوحداوي يراهن على المرتدات. اسماعيل تمريرة حلوة إلى الله، تيغالي شو اللي ضيعته يا هداف؟ وين تيغالي زمان اللي من أنصاف الفرص يسجل، تأتيه فرصة كاملة وكان حتى صافرة النهاية للشوط الأول. هذه فرصة خطيرة، آخر فرص الشوط الأول، المحاولة ما انتهى عليه شوط المباراة الأول. في الجهة اليسرى محاولة من جانب أحمد حمودان، ما شاهدنا كثير في الشوط الأول، لكنه يظهر الآن بكرة. فرصة خطيرة، عبد الفتاح يعيد الكرة مجددا، تمريرات إيمانويل، تصويبة، ياهي كرة، ياهي تصويبة صاروخ أرسلها زين الدين دراك. شوف فتح لنفسه زاوية تصويب وهوبا قوية الكرة الماضية، كأنك تشعر أنها ما بين الخشبات الثلاث، كانت رايحة، كانت ماشية، لكنها ما وأتى ب 12 بطولة كأس العرش غلطة، والفرصة الماضية يا ستار مرت وعدت إلى ضربة مرمى. هذه الكرة اللي أنا أتكلم عليها، لابد أن نكون في قمة الحذر، التركيز يا أدريان دا سيلفا. مناسبات يا سمعة الوحداوية، لا الله، ما كانت من إسماعيل، كانت من بريرا اللاعب البرتغالي الذي وضع الكرة الماضية، لكن وداها. لو تركها الإسماعيلي أنا أعتقد أن الأمور لربما كانت أفضل، لكن بريرا البرتغالي. كرة مجددا، الجيش الملكي يهاجم الآن. الشوط الثاني أصبحت الأمور مختلفة بعض الشيء، يا خطيرة التمريرات جميلة، الفرصة لا زالت مستمرة، دربكة الشامسي يصطادها، عبد الفتاح كاد أن يكون على موعد مع فتح الطريق وافتتاح الأهداف، كاد أن ينجح لاعب الجيش الملكي، لكن حارس المرمى شامسي يبعدها. الخطورة من الجهة اليمنى، تعود المحاولة في منطقة الجزاء، خطيرة ولا زالت القائد غيرت الاتجاه وذهبت إلى ضربة ركنية، عدت ولله الحمد هذه الفرصة، لأن خلاص الشامسي حتى خلاص ما قدر يعمل لها، كان يناظرها وهي من الضغوطات بعد 71 دقيقة. كرة في منطقة الجزاء، خطرة راحت بعيد، وهذه كثر منها الكرات البعيدة، الكرات اللي ما تشكل خطورة على مرمى محمد الشامسي. تصويبة كانت من جانب زين الدين دراك، لكنها عدت وطالت. سلبية أخرى قبل مباريات مهمة جدا في بطولة الدوري، وهذه كرة في منطقة الجزاء لا زالت يبدأها إيمانويل في هذا المكان يتواجد، راحت ومرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. ياهي تصويبة، ياهي فرصة، ياهي محاولة. شوف إيمانويل وين موجود، إيمانويل كان قريبا من منطقة الجزاء، الدفاعات بدأت تتقدم، ردات الفعل من
خطيرة هذه اللعبة. الجيش الملكي يجد مساحة، يأتي بكرة عرضية مرت من الجميع، لكنها بعد ذلك تصويبة من جانب رضا سليم لم تكن سليمة يا رضا سليم. القتل الحمراء تظهر ويبدو أنها على القائد. سنناظر ونتابع ونشاهد القميص رقم 7، هل يكون رضا سليم اللي أخذنا الكرت الأحمر؟ الاعتراض على قرار حكم المباراة خالد الطريس، نعم، أخرج الكرت الأحمر في آخر دقيقتين، ولا زال الحديث مستمرا، ولا زال الكلام موجود ما بين الحكم وما بين لاعبي الجيش الملكي المغربي. حكم المباراة يطلب مغادرة أرضية الملعب الآن، لا زال مصرا، يقول والله ما عملت شيء، ولا زال في حديث طبعا مع حكم المباراة، وحكم المباراة يقول له خلاص. البطاقة الحمراء من جانب اللاعب رضا سليم. رضا سليم هذه اللعبة اللي من خلالها طبعا حكم المباراة يبدو انه هو طبعا اتى بحديث او لربما امنياتهم وطموحاتهم تسجيل هدف في وقت قاتل، هذا ما يبحث عنه. خطيرة للجيش الملكي، تصويبه الى ضربة ركنية. مباراة جميلة من علاء الدين زهير يقدمها بصورة مثالية. شوف اللحظة اللي كانت خطيرة على مرمى محمد الشامسي، وكانت في قمة الخطورة، نعم، لكنها ذهبت بعد ذلك إلى ضربة ركنية.